الجوع العاطفي. ليه بتاكل أكتر لما بتكون زعلان؟ في أوقات تبقى مش جعان لكن نفسك تاكل، بترجع من يوم صعب تمسك في أكل حلو أو أي حاجة قدامك، مش عشان جسمك محتاج طاقة لكن عشان مزاجك محتاج لتهدئة. وساعتها السؤال المهم، هو ده جوع حقيقي ولا إحساس تاني وإحنا فاكرينه جوع؟ قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس مش بس في العبادة، تزكية النفس كمان في السلوك، في رد الفعل، في طريقة التعامل مع المشاعر. يعني لما تزعل مش كل مرة لازم تهدي نفسك بالأكل، ولما تتوتر مش كل رغبة تبقى احتياج. الصيام بيعلمنا نفرق بين إحساس محتاج تعامل وإحساس محتاج تهدئة، واللي يقدر يزكي رد فعله يقدر يتحكم في أكله حتى وهو متضايق. يعني إيه أكل عاطفي؟ الأكل العاطفي هو إنك تاكل عشان إحساس مش عشان احتياج جسدي. في توتر، في زعل، في ملل، في ضغط، المخ بيطلب أكل كوسيلة للتهدئة، لأن الأكل خاصة السكر والنشويات بيرفع هرمون الدوبامين والسيروتونين فيتحسن المزاج لحظيا. لكن المشكلة إن التحسن ده مؤقت وبعده بيرجع الإحساس تاني ومعاه إحساس بالذنب كمان. طيب هو ليه الأكل بيبقى الحل السريع؟ لأن المخ بيربط بين الأكل والراحة من سنين. كل مرة كنت زعلان وأكلت وتحسنت شوية المخ سجل ده، فمع الوقت ومع أي توتر بيترجم تلقائيا لرغبة في الأكل حتى لو مخزون الطاقة عندك كفاية. طيب الصيام يعمل إيه هنا؟ الصيام بيدي فرصة تفصل بين الإحساس والتصرف، بيحط مسافة بين الشعور والاستجابة، بيخليك تسأل أنا محتاج أكل ولا محتاج أهدى؟ ومع التكرار المخ بيبدأ يفك الربط بين التوتر والأكل، ودي خطوة مهمة جدا في كسر الأكل العاطفي. في خطأ بنقع فيه كلنا، أول ما تحس بضيق تفتح أي حاجة تاكلها فورا. ده ممكن يدي راحة لحظية لكن بيعزز الربط الغلط ويخلي الأكل يبقى وسيلة التعامل الوحيدة مع المشاعر. طيب الحل إيه؟ لما تحس بالرغبة دي استنى 10 دقايق، اشرب مية، خد نفس عميق، اتحرك حركة ولو بسيطة. لو الجوع حقيقي هيفضل وهيكمل، ولو إحساس غالبا هيهدى. الخلاصة مش كل رغبة في الأكل معناها جوع، ساعات معناها إنك محتاج تهدى مش تاكل، والصيام فرصة تتعلم تفرق ما بينهم. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم 28. سلام عليكم.